حيها علي العرس انهني وانهجوا النهجة السوية ولكم منا التعالي عاش أطفال وأم وأبو الحر السجية يا أهيلة حي هيا هيا عليلو أرسل هني هيا وأهيلة الحيها هيا عليلو أرسل هنية ونهجوا النهجة السوية ولكم من التحية جينا نغني لك يا زين نفرح لك يا نور العين جينا نغني لك يا زين نفرح لك يا نور العين الله معاك ونرعاك جينا نغني لك يا زين الله معاك جينا نغني لك يا زين جينا نغني لك يا زين ويا عرس يا نور العين جينا نغني لك يا زين يا عرس يا نور العين الله معاك ونرعاك جينا نغني لك يا زين الله معاك ونرعاك جينا نغني لك يا زين والدنيا فرحانة بيك والطير الشاذي نادي والدنيا فرحانة بيك والطير الشاذي نادي يا زين ويا عرس يا نور العين جينا نغني لك يا زين نفرح لك يا نور العين الله معاك جينا نغني لك يا زين الله معاك ونراك جينا نغني لك يا زين النبي يا من حضر النبي حب دواء النبي يا من حضر النبي النبي يا من حضر النبي خير البشر 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 جينا نغني يا زين نفرح لك يا نور العين الله معاك جراك جينا نغني لك يا زين الله معاك جينا نغني لك يا زين القلب بحبك مشغول غني لك دايما ويقول القلب بحبك مشغول يغني 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 الله معاك وبيراك جينا نغني لك يا زين الله معاك ويراك جينا نغني لك يا زين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين ان رب العالمين فرض الصلاة عليه جينا نغني لك يا زين نفرح لك جينا نغني لك يا زين نفرح لك الله معاك وبيراك جينا نغني لك يا زين الله معاك وبيراك جينا نغني لك يا زين الصغير وذكرت محمدا لذكره رب الورى يشفيه وإذا طلبت الوصف من إحسانه وسألته بمحمد يعطيني إلهي إني مذنب مقصر يا مولاي لكن والله لكن بعفوك قد ربطت يقيني ديني إنك فرد واحد وشهادتي بمحمد تكفيني أنوار حسنك يا حبيبي يا محمد صهت على الكون وثريا ومحبتك أشرت وحشاي كشان وثريا جفيب وصلك حبيبي عاد وثريا يا بدر طيبة أنوار حسنك يا رسول الله صهت على الكون وثريا ومحبتك يا نور عيني أشرت فحشاي كشان وثريا جدري بوصلك حبيب عاد وثريا يا اسمة الروح ويكفي كم كنز وشفت
واني على وجنتك يا حبيبي 14 شفت لما رفعت البراق عالي القدر والشفت كرسي العرش والقلم واللوح وتريا يا حبيبي يا نسمة الروح يا نسمة الروح ويكفي كم كنز وشفت واني على وجنتك يا رسول الله 14 شفت لما رفعك البراق عالي القدر والشفت كرسي العرش والقلم واللوح وتريا يا الله سنين بمحبتك يا ابو بشار واليوم كمان سنه يا ابو يا سنين غاب عني القمر وجا قضالي السنه مالي بحالي قمر لو غاب عني سنه سنين بمحبتك يا شيخي واليوم زاد سنة يا عيني سنين بمحبتك يا حبيبي يا ابو بشر واليوم زاد سنة اهل الصفا بصفاهم يحسبون الليالي شهور سر بقلبي غاب عني القمر وجا قضالي سنة مالي بحالي قمر ومثلك يا رسول الله هالدنيا لا ولد ولا صار ولا جابت النساء مثلك حدا على بلدي المختار والدين زاد وجدي والبركة على بلدي المختار والدين الله يا حبيبي انا روحي فداك طول ليلي سهران وياك يا حبيبي انا روحي فداك طول ليلي سهران وياك تتمنى عيني رؤياك احكي لك وانت توصيني على بلد المحروم والدين زاد وجبي والبعد كويني على بلد المحروم والدين زاد وجبي والبعد كويني الله 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 حبيبي دليل بالبعد انا قلبي عليه على بلد المختار وديني على بلد المحروم وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلد المحروم وديني زاد وجدي
طيب الطريق الطار يا طيب العليا يا نور عيني يا طيب العليا يا نور عيني دخلك بأمل المختار لعرضك يا طيب الطريق الطار غيرك عالبال معنا والشوق إليك جنن غيرك عالبال معنا والشوق إليك جنن رضاك علينا نتمنى رضاك علينا نتمنى طه يا أغلى أحبابي وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أقضي يا روح يا سورك وعيون تشاهد حضورك وجميري حضورك وبلغ منك مرادي وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في مدح خير البرية أنظارك عطيات النقشبندية أبا الناصور يا سيدي يا مربي المريد 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 وبالله خذني بيدي بالله خذني بيدي على الحضرة المحمدية على الحضرة المحمدية في مدح خير البرية باحت عطور مسكية في مدح خير البرية باحت عطور مسكية يا ربي دور أنظارك عسيان النقشبندي يا ربي دور أنظارك عسيان النقشبندية خذني وعرفني الطريق على أبو بكر الصديق خذني وعرفني الطريق على أبو بكر الصديق خذني وعرفنا الطريق على أبو بكر الصديق خذني وعرفنا الطريق على أبو بكر الصديق يا محلى ذاك الرافق يا محلى ذاك الرافق شيخي راعي الحامية شيخي راعي الحامية في مدح خير البرية باحت عطور مسكين في مدح خير البرية باحت عطور مسكين يا ربي أنظارك عسيادنا وعرفنا الطريق على أبو بكر الصديق خذنا وعرفنا الطريق على أبو بكر الصديق خذنا وعرفنا الطريق على أبو بكر الصديق يا محلى ذاك الرافق يا محلى ذاك الرافق شيخي راعي الحامية شيخي راعي الحامية في مدح خير البرية باحت عطور مسكية في مدح خير البرية باحت عطور مسكية يا ربي دوما أنظارك عسيان النقشبندية يا ربي دوما أنظارك عسيان النقشبندية لأبو بكر منسوب من خيرات الصديق 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 الله 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 في مدح خير البرية باحت عطور
مسكية في مدح خير البرية فاحت عطور مسكية يا ربي دوما الظهر عسياد النقشبندية يا ربي دوما الظهر عسياد النقشبندية. كمان عبسير صغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، يسعدنا دائما أن نلتقي بإخوة لنا مؤمنين، وحينما يتم اللقاء بين المؤمنين تحصل بإذن الله تعالى الفائدة والخير. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما التقى مؤمنان إلا أفاد الله أحدهما خيرا، فلا بد إلا أن يتحقق الخير ويتحقق النفع وتتحقق الثمار الطيبة من لقاء المؤمنين مع بعضهم البعض. ولذلك شرع الله اللقاءات المؤمنة والزيارات المؤمنة والجلسات المؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين أصلح بين أخوين، امشي ثلاثة زر أخا في الله. فزيارة الأخوة في الله أكثر عطاء وثمرة وفائدة. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة بذل الجهد الأكبر وقطع الأميال الأطول لزيارة الإخوة في الله، لأنه لا شك سيتم النفع وسيتم الخير بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المتحابين والإخوة المؤمنين المتجالسين في الله والمتزاورين في الله، فيقول في الحديث الصحيح: إن لله عبادا يوم القيامة يوضع لهم منابر من نور، هم قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. يغبطهم يعني يتمنون مكانتهم بدون حسد. هناك فرق بين الحسد والغبطة. الحسد حرام، لأنه ما بيجوز تحسد أخاك على النعمة التي أعطاه الله إياها، لأنه الحسد بدل على أنك لن ترضى بإرادة الله. حينما يكون جارك غني وأنت فقير وتحسده، معناتها ما رضيت عن الله. الله هو اللي جعله غني وجعلك فقير، فإذا اعترضت عليه فأنت لا ترضى عن الله وأنت تعترض عن الله. ولذلك كان الحسد حرام، وكان الحسد ينافي الإيمان، ولا يمكن للمؤمن أن يكون حسودا. ولذلك على المؤمن أن يحارب هذا المرض، وأن يحاول أن يقتلع جذوره من النفس. ليس هناك مؤمن حسود، المؤمن راضي بما أعطاه الله. إذا جارك غني وأنت فقير احمد الله، الله هيك أراد. اسأل الله الستر، اسأل الله العافية، اسأل الله القبول، اسأل الله العفو، لأنك حينما تحسد جارك
فكأنك تعترض على الله. من الذي رزق جارك؟ الله. من الذي جعلك فقير؟ الله. والله يحاسب كل إنسان بقدر ما يعطيه. والحكمة، كل الحكمة في تدبير الله. الله يقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. إذن الأمر متروك للحكمة الإلهية. فما بيجوز للإنسان المؤمن الحقيقي أن يحسد أخاه. هذا هو الدين، هذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام. ليس الإسلام بالشكليات: كبر لحيتك، كبر عمامتك، تلبس ثوب عريض، تتوضا، تروح على الجامع، كله شغلات كويسة، كلها أمور جيدة. ولكن الإيمان، الإسلام، هو أن يترك معاني عميقة وجميلة في قلبك. هذه المعاني تولد في قلبك الراحة، الطمأنينة، السعادة، المحبة، التآلف مع الناس. هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. أن تعيش حياتك طيبة، حياة طيبة، حياة سعيدة. هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. حقيقة وظاهر. ظاهر بدون حقيقة لا فائدة منه. لذلك الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نكون مخلصين في العبادة. ممكن نشوف واحد عم بيصلي بالجامع 100 ركعة ويكون قلبه مشغول بالدنيا، أو شايف حاله أنه هو دين أكثر من الناس، الله ما بيقبل منه ولا ركعة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه المعاني العميقة في الإسلام يجب أن ننتبه إليها. وأسيادنا من رجال الطريق إنما فازوا وحازوا المرتبة الكريمة والمراتب العالية لأنهم أدركوا هذا السر في الإسلام. أدركوا أن هناك حقائق، وأن الإنسان لن يصل إلى الله إلا إذا سار على هذه الحقائق. ما هي هذه الحقائق؟ أن تملأ قلبك بالنور الإلهي، بالنور المحمدي، اللهم صل على سيدنا محمد، بمحبة الصالحين. أن تحاول أن تجرد قلبك من الكره، من الحقد، من الحسد، من حب الشهوات، من حب الدنيا، من كل ما يسيء إلى جارك، إلى أخيك، إلى قريبك. هذا هو الإسلام. فلذلك حرص أهل الطريق على أن يربونا، على أن يهذبونا، على أن يعلمونا الأخلاق، على أن يزيلوا الأمراض القلبية، الأمراض النفسية، الأمراض الداخلية. المرض الداخلي هو المرض الخطير. أما إذا طلعت حبة ممكن تحط مرهم الطيرة بتروح، ولكن لا سمح الله إذا كان المرض كامن في عضو داخلي، هذا يحتاج إلى عمل جراحي، يحتاج إلى عملية أعمق، يحتاج إلى طبيب أمهر. لذلك الإنسان الواعي اليقظ هو الذي ينتبه إلى داخله. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكان الإيمان والتقوى وقال: هون التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقضية كلها مهتمة بالقلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل القضية مبنية على الداخل، على القلب. لذلك حرص أهل الله الموفقون المدعومون المنورون استمدادا من المرشد الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بالقلب واهتموا بالإنسان من الداخل، وحاولوا أن يربطوا هذا الإنسان بالله. أهل الله مهمة أن يعلقوا قلبك بالله، أن يوجهوا قلبك لله،
أن يوجهوا قلبك للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم سمعنا قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الفائدة منها؟ شو بنستفيد؟ لا شك أننا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم لنا ثواب، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب بها المؤمن إلى الله. نحن لا نشك إن شاء الله أنه حصلنا الثواب، ولكن أيضا حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع إخوتنا المنشدين يتغنون بمحامده الشريفة وخصاله الطيبة، يتعمق حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، تتحرك قلوبنا نحو هذا الرجل العظيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. حينما يذكر الأشياخ الصالحون الأتقياء المتمسكون بالكتاب والسنة، هؤلاء هم الذين يجب أن نبحث عنهم. يجب أن نوجه قلوبنا لحب الصالحين، والصالحون معروفون هم المتمسكون بالكتاب والسنة، لأن الله ضمن الاستقامة والصواب والحق لكل من تمسك بالكتاب والسنة. فنحن إذا أردنا أن نقيم الرجال ونزين الرجال نزينهم بالكتاب والسنة. إذا شفنا واحد مثلا يدعي المشيخة، يدعي مثلا الولاية، يدعي السيادة، نراقب عمله، نراقب سلوكه، نراقب كلامه. إذا كان أقواله وأفعاله وأحواله مطابقة للكتاب والسنة قدسناه واحترمناه وحطيناه على رأسنا وانتفعنا به. ولكن هناك الكثير من الأدعياء، وخاصة مثلا بالأحياء الشعبية، يبنون زوايا ويبنون أمكنة ويدعون أنهم يحوزون مراتب عليا، ولكن نأتي ونختلط بهم فنجد الجهل ونجد البعد عن الله ونجد سوء الظن بالله ونجد الاستغلال والاستثمار لعواطف الناس. هذا كله يسيء إلى الطريق وإلى أهل الله وإلى الدين وإلى المسلمين. المسلم يجب أن يكون يقظ، صاحب قلب كبير، صاحب عقل مفكر واعي. المؤمن كيس فطن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين. الإيمان ينور القلب، ينور الفؤاد، يجعل الإنسان ينظر إلى الأمور بدقة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. إذن الطريق، طرق أهل الله يجب أن تكون قائمة على الكتاب والسنة، لأنها تنبع من الكتاب والسنة. القائمون على الطرق يجب أن يتمسكوا بالكتاب والسنة. الأولياء يجب أن يكونوا متمسكين بالكتاب والسنة. الأشياخ، كل من يدعو إلى الله يجب أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة. ولذلك كانت الطرق الصوفية تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، وتؤكد وتخصص الاهتمام بالنواحي الداخلية للإنسان لتخلصه من الأمراض التي تقف عوائق وحواجز في طريق الوصول إلى الله. في ناس ممكن تصلي، تدخل على الجامعة تصلي كثير، بس عندها نوع من الغرور، عندها نوع من الكبر، تشوف حالها انه هي احسن من الناس. هذا مريض، هذا يحتاج الى معالجة. صلاته كلها لا تنفعه. ليه؟ لانه يجد في نفسه انه افضل من الناس. هذا مرض. من يزيل هذا المرض؟ المختصون من اهل الله الصالحون، من خلال الذكر، من خلال الورد، من خلال هذه المجالس الطيبة، من خلال التجليات الإلهية التي يصبها الله على قلوبهم، فتعكس انعكاساتها أو أشعتها تنعكس على قلوب الجالسين والمؤمنين، فينور الله هذه القلوب. يستطيع الإنسان رويدا رويدا أن يتخلص من الأمراض هذه. ممكن تصلي أنت كل يوم بس تشوف حالك على غيرك، الله ما يقبل صلاتك، والله ما بيدخل الجنة واحد في قلبه ذرة من كبر. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. إذا كنت شايف حالك شوي، الله ما بدخلك الجنة. هذه أمراض يجب أن ننتبه إليها، وقد انتبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أصحابه كيف يتخلصون إليها، وانتبه إليها الرجال العارفون من أهل الطريق، وأدركوا أن سر الإيمان والإسلام إنما يكمن هنا، فاهتموا بتخليص القلب من هذه الأمراض. ولذلك هذه المجالس ليست هي مجالس للهو وللعبث وللعب، وليست هي للقضاء الأوقات الطويلة، وإنما للنفع، لتحقيق الفائدة. صحيح كل الإنسان يحب الصوت الجميل
والله سبحانه وتعالى ما حرم علينا ان نسمع الصوت الجميل، ولكن قال تمتع بالصوت الجميل واجعل هذا الصوت يوصلك الى الله. الله. كما نحن اليوم مثلا نحتفل بعرس الشباب، الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذا العرس وفي هذا الزواج. هم كبشر كشباب لا شك انهم يشعرون برغبة نحو الزواج، ولا شك انهم سيسرون ان شاء الله بهذه العلاقة بينهم وبين زوجاتهم. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج استجابة للفطرة البشرية، لأنه هو الذي خلق هذه الفطرة البشرية، وهو يعلم ما يفيد عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وضع في الإنسان هذه الرغبة نحو الزواج ونحو المرأة، ولكن نظمها بالزواج بالشرع بالدين. فبإمكانك أن تروي حاجاتك البشرية وتتقرب فيها إلى الله. الرجل إذا تزوج بنية أن يحصن نفسه عن الحرام فهو في عبادة. ما دامت عندك هالنية فأنت دائما في عبادة، مع أنه عم تمارس شهوتك ولذتك وسرورك، أنت في عبادة ما دمت تقصد ملتك وتكفي عيالك وتكفي زوجتك وما تمد إيدك لحدا، فأنت في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل كفه خشنة من العمل، أمسك بيده وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. الصحابة الكرام وجدوا شاب جسمه قوي مشمر عن ساعده وعم بيشتغل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هالقوة والشباب وهالبطولة عم بيبذل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعمل ليكفي نفسه أو ليكفي أهله أو ليكفي والده أو أمه فهو في سبيل الله. فكل حاجاتك أيها الإنسان من أكل وشرب وعمل وزواج ومتعة وبسط وحتى سماع اللحن الجميل، كله إذا حولت إلى نية صالحة فأنت في عبادة. وهذا تفسير قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واحد بقول له شيخي هلا الله ما خلق الكون كله إلا بس مشان يصلوا بس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بس مشان الناس تدخل على الجامع؟ لا، العبادة مو بس الصلاة، مو بس الوضوء، كل عمل تمارسه في هذه الحياة وتربطه بالله فأنت في عبادة. زواج، عمل، بناء، إذا بتبني بناية مشان تستر نفسك فأنت في عبادة. إذا كل أعمال الإنسان إذا وجهها إلى الله فهو في عبادة. الزواج عبادة حلال، غبطة. هذا واحد شاف مثلا واحد راكب سيارة قال يا رب ترزقني مثل هالسيارة، ما يقول هالسيارة. إذا قال هالسيارة معناتها بدها تروح من عنده وتجي لعندك، عم تتمنى زوال عن أخيك. ما بصير تقول يا ربي ترزقني هالسيارة، بدك تقول يا ربي ترزقني مثلها، أن تبقى النعمة عند أخيك وأن يعطيك الله مثلها. وهذا هو الغبطة، أن تتمنى أن يصيبك الخير الذي أصاب أخاك بدون أن يزول. وهذا معنى الغبطة، وهو معنى محمود وليس فيه أي غبار شرعا. يغبطه ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا يا رسول الله، الصحابة دهشوا. إذا كان أنت بتنبه أو بتوجه ابنك إلى عمل صالح بتعادل كل صلواتك اللي عم بتصليها. وبعدين أنت إذا كان أصلحت ابنك ووجهته وجعلته يسير في طريق الخير والصلاح، هو بيكسب وأنت بتكسب. أولا تضمن له إن شاء الله الفوز والنجاة يوم القيامة وبدخل الجنة. وما أظن أنه واحد منا بيحب أنه إذا الله من علينا ودخلنا الجنة نشوف ابننا أو أخونا أو زوجتنا أو بنتنا أو ابن عمنا نشوفه بالنار. ما في حدا يحب هذا الشيء قطعا. فإذا كنا فعلا بنحب أولادنا وبنحاول مثلا ان نفتح لهم دكان مشان نشغلهم ونكتر لهم المصريات ونعمر لهم بيت ونجوزهم من محبتنا لهم، طيب بدنا نأمن عليهم بالدنيا وبالآخرة لمين نعيفهم؟ فإذا كنت حريصا على أن تبني لابنك بيتا في هذه الدنيا الفانية
وإذا كنت حريصا على أن تؤمن له نفقاته، تفتح له دكان يبيع حديد أو أمثال ذلك، أو حريص على أنه تجيب له زوجي مشان ينبسط. طيب ابننا كلياتنا مهما عشنا ما نعيش 50 60 70 سنة بدنا نموت، كلياتنا بدنا نموت. طيب ماذا قدمت لابنك مشان الحياة الأبدية السرمدية؟ ألم يسأل أحدنا نفسه هذا السؤال؟ فإذا كنا فعلا منحب أبنائنا ومنحب أولادنا ومنحب زوجاتنا ومنحب بناتنا، علينا أن نحرص على أن نلقنهم الإسلام والذكر والعبادة ونراقبهم وندعوهم إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعدين إذا أول فائدة تجدية أنه بتخلص أولادك وأقربائك من عذاب الله، نفس الوقت بتكسب لنفسك أنه بدعوا لك أولادك الصالحين بعد ما تموت. الواحد بعد ما يموت انقطع عمله الدنيا، شو بيضل عنده؟ بيضل الآثار الطيبة التي تركها. ومن الآثار الطيبة أن تترك ولدا صالحا يدعو لك، أن تترك بنتا صالحة تقرأ الفاتحة على روحك، أن تترك زوجة مصلية تقرأ لك الفاتحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلماذا نحرص على أن نؤمن لأبنائنا الحياة السعيدة في الدنيا الزائلة ونغمض أعيننا عن الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية في الآخرة؟ هذا الجهل أو غفلة نسأل الله أن يزيله. ونحن ننتفع في هذه اللقاءات بمثل هذا النفع، أن ننصح بعضنا. ممكن الواحد يسمع كلمة تكفي هذه الكلمة ليغير حياته كلها. ممكن أنت عم تسمع مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المدح بيحرك قلبك وفؤادك، بتعشق النبي وبتتعلق فيه وبتكره كل شيء يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا أن نكون حريصين على مثل هذه المجالس لنحقق منها النفع ونحقق منها الفائدة وأن نأتي إليها بإخلاص. بعدين التمسك بالدين والحياة هو السعادة. في ناس بظنوا انه اذا بيتمشقوا او بيتدينوا يعني بيطلبوا الدنيا، لا. المؤمن هو السعيد في الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة لعباد الله الصالحين. اشتغل وتجوز وكول وانبسط وكيف وتمتع، ولكن ضمن حدود الشرع. وأضف إلى هذه المتع الجسدية والمادية راحة قلبية، راحة نفسية، اطمئنان. المؤمن الذاكر، المؤمن الذي يشعر أن ربه راضيا أو راض عنه، يضع رأسه على الخد على وساده وهو مبسوط. وهذا يعادل أرقى أنواع اللذات والنعم في الدنيا. فلذلك الإسلام التدين هو الحياة، هو الوجود، هو الوعي، هو اليقظة. فجدير بنا جميعا أن نكون حريصين عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما بمثل هذه اللقاءات، وأن الله يبارك لنا وللشابين بعزهم ولجيرانهما ولأهل هذا الحي والمسلمين جميعا. كما نسأل الله أن يكون هذا الزواج منفذا لهما لكي يكون أكثر استقامة وأكثر عبادة وأكثر صلاة وأكثر تمسك بالدين، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدهم فقد ملك شطر دينه، بس ملكت النص، فليتق الله في الشطر الآخر. وأنا أرجو لهما السعادة لهما ولنا جميعا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أعطينا الأخ يقول لنا كام بعدين تفضل. بري أشياء حسنك بكاسات الغرام، أحسن صف الصباح